بصوا كده يا جماعة، قبل بس ما نبتدي في التعديل بتاع الحوض التاني، عايز بس اوريكم اخر التطورات في الحوض اللي هو ال25. لو ما اتفرجتوش على الحلقة خشوا اتفرجوا عليه. يعني الحوض احنا ضفنا فيه حاجات، وهو اللي ضفنا فيه بس شوية زرع. بصوا كده من فوق، بصوا الحوض من بعيد. الإضاءة لوتك مش أقوى حاجة، عشان خاطر الحوض ده لوتك. في شوية زبرة دانيو خضرا، في ذكر فايتر بس جوه يعني. الفلسناريا توغلت في الجنب اهي. والزرعة دي شبه الدكويد بس أكبر من الدكويد، وما بتكترش بنفس الطريقة اللي بتكتر بيها الدكويد، اللي هي بتكبر بسرعة قوي فبترخم يعني. لا، دي بطيئة وجميلة وبتسحب كمية أمونيا كبيرة. دي نبتة من النباتات اللي هي بتقعد جذورها في المية. بصوا في نموات جديدة اهي. لو عايزين حلقة عن الموضوع ده ياريت تقولولي. وده كشاف RGB، مدوب بس الفلتر الهانج اون ده انا بفكر اشيله اصلا، يخلي الحوض زي ايه، نظام مغلق كده مع نفسه. يدوب بس نحطه الاكل ونزوده المية اللي هتتبخر اهو. بصوا واللوك بتاعه جميل بصراحة. لما الحوض قدم كل ما بيقدم بيحلو. حطينا هنا شوية كريسماس موس بس لسه جداد يعني. شوية جافا فيرن هنا، وجافا فيرن هنا برضو. حوض رائع يعني. تعالوا نشوفوا نعمله ايه في حوض الافريقي. You can still go, even when you feel slow, you can still go, even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can
بصوا كده، بعد ما عدلنا الشكل العام للحوض وزودنا صخور، انا شايف الحوض شكله جميل وكل حاجة، بس انا شايف ان احنا ممكن نزوده اصلا صخرة كمان او صخرتين. ويا ريت يا ريت يعني اللي يستعامل بالصخور او حاجة زي كده، يا ريت يكون مأمن الحوض، يكون حاطط من تحت الحوض هنا فوم مضغوط. ده اول حاجة. الحاجة التانية، يا ريت يا ريت تحت في الارضية يكون في حاجة ناعمة او سوفت كده تحط عليها دوت، عشان خاطر بس ان احنا بنوزع الضغط. لان احنا لو حطينا الصخور ديت من غير مثلا الرمل او الارضية، الارضية تحت هتتشرخ. والحاجة زي كده لازم لازم وشرط اساسي جدا يعني، لازم تكون عامل حسابك ان الازاز يكون ما يقلش عن سنتي او 10 ملي. الازاز او سمك الازاز دوت عبارة عن 10 ملي. بصوا هنا كده دوت 10 ملي. طيب انا عارف انتوا ليكوا كذا تساؤل عن كذا حاجة. اولا، في ناس هتسأل ازاي الفلتر دوت قايم بالحوض دوت ان هو يقوم بعمل او يقوم بفلترة كل الحوض دوت حاجة. وعلى فكرة انا مركب سخان، بس للناس اللي بتسأل نركب سخانات ولا لسه، لا ركبوا سخانات يا جماعة. بصوا بقى، اول حاجة الفلتر دوت اللي ساند الفلتر ان انا اصلا مقسم الفلتر دوت لقطعتين. السفنجة اللي فيه قسمتها قطعتين. اول سفنجة هي السفنجة في الجزء العلوي ده اهو، في الجزء العلوي ده ديت سفنجة بتاعة الفلتر الاصلي اللي هو ده. ديت بتتغسل من نفس مية الحوض، وبتتغسل غسل يعني مش بغسلها بشكل يعني ايه، مش بنضفها 100%. طيب الجزء اللي تحت اللي هو النص التحتاني دوت، انا قطعت السفنجة 2، حطيت الجزء اللي قلتلكوا عليه، والجزء التاني حطيت فايبر بيصفي المية بشكل كبير. الفايبر دوت انا مثلا كل 3 ايام من 3 ايام لاسبوع بكون غسله بمية حنفية عادية، بنضفه 100%، بيرجع زي الجديد. ولما احس ان عمره يعني استهلك خلاص، ممكن ان انا ابدله. طيب احنا قلنا جزئية الفلترة. طيب ما لسه الفلتر برضو مش يعني مازال الفلتر دوت مش هيقدر يقوم بالحمل البيولوجي ده كله. طيب انا عامل نظام تغيير مية. لو بصيتوا كده هنا، تعالوا كده نقرب شوية. طيب ديت حنفية مفتوحة 24 ساعة، بتنقط نقطة كل ثانية. النقطة ديت جاية من الحنفية مباشر. طيب الناس اللي هتسأل وهتقولي انت قلت ما ينفعش مية من الحنفية مباشر عشان فيها فلورايد وكلورومين وكلور. طيب اول حاجة الكلور هيطير. المشكلة كلها في الكلورومين والفلورايد. انا عن نفسي يعني كل ما الحوض بتقدم، البكتيريا او الكائنات الحية بتبتدي ان هي تتعامل مع المركبات الكيميائية اكتر، بس يعني بشكل برضو ليه حدود. طيب انا عن نفسي انا مبحطش مزيل كلور. ممكن احط مرة كل اسبوع كده، احط مثلا ايه ربع الجرعة الطبيعية للحوض. الحوض دوت يعني حوالي ربعه بيتغير كل يوم لنصه. طيب احنا عبينا الحوض ربعه ونصه كل يوم. طيب المية لما الحوض خلاص بيبتدي ان هو يتملى للاخر، المية الزيادة بتروح فين؟ طيب تعالوا لي كده اهو، انا حاطط هنا كوع، والكوع دوت متوصل بره بكوع تاني اهو. الكوع دوت متوصل بكوع تاني، والكوع التاني دوت متوصل بخرطوم رايح على صرف. طيب هو النقطة تعالوا لي كده، انا عارف دوشتكم معايا. النقطة اللي بتزيد من هنا فبتقوم بتعلى جامد
بيحصل زي اوفر فلو كده، فبتبتدي ان هي ايه، النقطة دي تنزل من هنا. فدوت نظام الري، وهنا نظام الصرف. يبقى هنا كده ري، وهنا كده صرف، وهكذا بقى الى ما لا نهاية. طيب دوت مساعدني ان انا اتعامل بالفلتر دوت. لكن لو انتوا ما عندكوش الفلتر او ما عندكوش المنظومة ديت، ومش كل الناس هتقدر تعمل المنظومة ديت، يعني على الاقل خالص ان احنا نحط فلتر معلق او الفلتر اللي هو الطب، ونزوده فيه كمية البكتيريا الميديا اللي هي مثلا سفنج، نكسره، كسر فخار، كسر لافاروك، الحاجات دي كلها. كده احنا خلصنا قصة الفلترة، عشان خاطر الناس اللي سألت على الفلترة. طيب في زرع انتوا شايفينه هنا، دي فلسناريا حاططها. طب ازاي الفلسناريا محطوطة مع الافريقي؟ والافريقي قلنا ان هو نظامه الغذائي نباتي، وان شاء الله ان شاء الله انا يعني هكلمكم بالتفاصيل في الفيديو اللي جاي عن حوض الافريقي وكل شيء يخص الافريقي. احنا بس جايين ندردشه ونشوفوا التطورات ان شاء الله احنا هنعمله ايه في الحوض ده في الفترة اللي جاية. طيب الافريقي ينفع يقعد معاه زرع؟ ينفع يقعد معاه زرع، بس زرع يكون الورق بتاعه جامد او ورق بتاعه عريض او سميك. طيب الفلسناريا الجاينت يعني هي ناجحة بنسبة مثلا 70%. في بعض الأوراق مثلا لو ورقة اتقصفت أو حاجة بيبتدوا إن هما يخشوا على باقي الورقة بياكلوها، لكن الورقة السليمة ما بيجوش جنبها. دي نقطة. النقطة التانية، في بقى بعض النباتات اللي هي مش هيقدروا أصلا يقربوا منها. حاجة شبه الجافا فيرن، حاجة شبه الباكو فلاندرا، حاجة شبه الأنوبياس، حاجات اللي ورقها جامد قوي قوي ده. تقدر تحط الزرع دوت ما بين الصخور كده، هيبقى شكله كويس، هيبقى حاجة كويسة بصراحة. انا بس مستني ان شاء الله هعمل كام تعديل في قصة الزرع ديت. ممكن نضيفه جافا فيرن كده مثلا في جزء هنا وجزء هنا. الجزء الفاضي دوت كله انا ان شاء الله ناوي اجيب اللي هي السيجيتاريا او الفلسناريا اللي احنا بنقول عليها هنا في اسكندرية ميني، يتعمل بيها كاربت. السيجيتاريا ديت ان احنا نعمله بيها كاربت هيكون شكلها خرافي، لما بتدي كثافة جامدة هيكون شكلها جميل جدا. طيب النباتات اللي احنا قلنا ممكن نحطها ما بين الصخور وكده، ديت ما ينفعش تتزرع في الرمل عشان خاطر، او غير الرمل عشان خاطر الجذور بتاعتها هتعفن. دي حاجة لازم اقول لكم عليها. طيب الحوض من الظهر انا كنت ناوي اسيب الطحالب تفضل تكبر من عليها، لكن اكتشفت اصلا ان انا حطيت الابل سنيل بينسف اصلا الطحالب. عشان كده ما رضيتش ان انا احط خلفية. طيب هما بينسفوا الطحالب. في عندك الريمبو شارك، ديت برضو ناسفة طحالب واكلة طحالب بالدرجة الاولى. انا شكلي كده هحط خلفية سودة، هيكون شكلها برضو جميل، وهتدي لوك جامد للسمك ولوك جميل قوي للسمك. بالذات ان انتوا هتشوفوا الريمبو شارك الاسود ده، هتشوفوا بس يا دوب ديول حمرا بس هي اللي بتتحرك. طيب انا عايزكم كده تركزوا معايا، هنقربه شوية. بصوا كده هتلاقوا السمك، دي حتة اكلة انا كنت حاططها. هتلاقوا السمك بياخد شوية رملة. شفتوا اللي هي كانت هنا البلو دولفين. بصوا هتلاقيهم بياخدوا شوية رمل، ياخدوهم يغربلوهم بالخياشيم بتاعتهم، بعدين يرجعوهم تاني من بقهم. دي حاجة يعني جميلة جدا جدا جدا، بتساعد اصلا النوع دوت ما يجروش اي نوع من انواع الفطريات ناحية منطقة البق اصلا. دي عبارة عن سبانخ انا كنت عاملها من زمان. كنت مجفف السبانخ
وبعدين طحنتها، يعني جففتها لدرجة كبيرة ممكن في الفرن، بعدين طحنتها، وبعدين نقلتها، حطيت عليها جزء من المية، خليتها زي عجين. بعد ما بقت بودرة خالص خليتها عجين تاني، وبعدين جففتها بحيث ان هي تطلع بالشكل اللي احنا عايزينه، مربعات صغيرة كده. احنا هنحط لها اكل دلوقتي، هنحط للافريقي ده اكل، بحيث برضو افرجكم على المنظر او الجمال بتاع تأكيل الافريقي. هو الحوض ابتدى ان هو يبان، وفي ناس برضو بتقول ان الكثافة ديت قليلة. لا، الكثافة دي يعني انا شايف ان هي مظبوطة، وبالذات هتكون مظبوطة لما السمك الافريقي دوت يكبر اصلا. وبالمناسبة في قطعتين ريشة هنا، اللي هي السمكة اللي اسمها بلاد جوست. واي نوع من انواع الاغذية، لو حد محتاج اي حاجة يا ريت يخش على قناة الفلوج، او يخش يكلمني على الواتساب او على الانستجرام، ان شاء الله اقدر اوفر لكم اي حاجة. والناس اللي بتجيلي من طرف القناة في السوق يعني بيشرفوني بصراحة. بيقرص برضو بروتين حيواني، البروتين النباتي حاليا مش موجود في المزرعة تحت. استمتعوا بقى ايه بالمشهد اللي جاي ده. تعالوا كده ننقله الترايبود. من اجمل الحاجات اللي احنا بنربي يعني فيها الافريقي، تاني اجمل حاجات او تاني اجمل حاجة بنربي فيها الافريقي هي طريقة اكله. هي سمكة شرسة اصلا، طريقة اكله اسطورية، يعني حاجة روعة. ان شاء الله كل الاسئلة هيكون متجاوب عليها في الفيديو اللي جاي. الافريقي ممكن اكله مرة في اليوم، مرتين في اليوم. وعلى فكرة يعني نظام تغيير المية دوت انا عايز اعمل لكم فيديو اصلا ازاي تعملوه بالتفاصيل المملة، عشان خاطر الناس برضو اللي هتسأل على الطريقة. لو حابين ان انا اعمل لكم الفيديو دوت يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات، لان اصلا يعني شايفين الحجم ده من الافريقي. في حاجات من اليلو لاب كانت شايلة بيض، بس درجات الحرارة نزلت يعني جامد قوي قبل ما انا انزل سخان، فالنتاية طلعت البيض من بقها وبعدين اكلوا البيض. المية بتبقى كريستالية بشكل يعني كبير قوي، لغاية بس لما بنأكلوهم ممكن ربع ساعة نص ساعة بس الشوائب بتتلم وخلاص. لكن على المستوى البيولوجي الحوض مظبوط جدا جدا جدا. ممكن أكلهم مثلا في الوجبة قرصين ل3 من القروص ديت، أو القروص ديت بس اللي هي السبورلينا اللي فيها طحالب. تعالوا كده برضو ايه افرجكوا على حاجة، شوف الناس ايه ملاحظة ولا لا. انا حاولت اركز، هو الحوض دلوقتي ابتدى يعكر جامد. لو لاحظتوا كده من جوه هتلاقوا فيه خطوط ماشية، او فيه خطوط برضو ماشية على الالوان، تدريجة الالوان. وبصوا الغوامق، بصوا الصخر ده نظام كده من اكواسكيب او الهارد سكيب، حاجات حلوة يعني.
حاولوا تظبطوا لو هتعملوا نفس اللوك دوت والصخور الوانها مختلفة او تدريجتها مختلفة. حاولوا ان انتوا تخططوا الموضوع كده شوية. هو كده كده انا عندي من الصخور السودا ديت بس كنت اقدر اعمله صخور سودا، لكن جربت الصخور ديت مع بعض اللوك بتاعها جامد قوي. هرجع برضو تاني واقول لكم اللي محتاج اي حاجة نعمل واحدة ماركتينج لنفسنا. اللي محتاج اي حاجة يا ريت خش يكلمني. في برضو عمل حوض كبيرة، تجهيزة حوض وهكذا. بس الموضوع سهل قوي 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 يعني، بس المشكلة كلها بس ايه، كان اكتر حاجة مكلفة في الموضوع الازاز دلوقتي، لان الافريقي بيحتاج مساحة لا تقل مثلا عن 180 لتر. هو الحوض دوت بالمناسبة 200 لتر. كل ده انا حكيه في الفيديو اللي جاي، هتشوفوا شغل جديد وهتشوفوا شغل حلو يعني ان شاء الله. بس لغاية هنا نكونوا خلصنا. ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزة، واللي عنده اي طريقة دعم مادي معنوي بفيديو ايا يكن ياريت تدعموا اخواتنا في غزة. ما تنسوش لو استفدتوا من الفيديو دوت ياريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. عايزين نوصل القناة ديت في اسرع وقت 5000 مشترك، وقناة الفلوجات ل1000 مشترك. احنا قربنا نجيبوا ال1000 مشترك في قناة الفلوجات. انا مش راضي اخفي عدد المشتركين، لان عدد المشتركين برضو بيأثر على الانطباع الاول للناس مثلا اللي جايه تتفرج وكده. بس انا سايب الناس ايه، سايب عدد المشتركين كده ايه يكون ظاهر وواضح للجميع. فياريت اللي مش مشترك يشترك، وياريت اللي عنده اي استفسار يخص اسماك الزينة ياريت يكتب لنا تحت في التعليقات. ويلا، سلام عليكم.